مساء الفل. محتاجين نتكلم عن موضوع بيعمل حوارات كتير قوي ومشاكل كل فترة وبيطلع عليه ترندات وكلام كتير، ولكن أنا النهارده مش جاي أتكلم على ترند معين بعينه أو حاجة حادثة معينة حصلت. احنا بنتكلم على الفكرة نفسها، وهي إن الناس بتسافر وبتسيب أهليها. راجل بيسيب مراته، نحط تحت بيسيب مراته دي 100 خط. بيسيب أولاده وهم أطفال أو هم بيبيهات، وبيبدأ رحلة البحث عن عمل في الخارج وبيشتغل بره وبيتحول الموضوع إلى إن هو عبارة عن بنك. كل شوية بيبعت، كل شهر بيبعت فلوس لمراته وأولاده و... وبس. هي دي الحياة. بينزل لهم مرة كل سنة، مرتين في السنة لو هو جامد جدا. في ناس كتير قوي بتنزل مرة كل سنتين ومرة كل 3 سنين. وبيتحول الوضع إلى إن الراجل في حياة أسرته عبارة عن بنك. طبعا هو الراجل في حياة أسرته يعني من دوره إن هو يصرف، ده أساسي، يعني طبيعي إن هو يعني دوره في الحياة إن هو يصرف عليهم ماديا، فده شيء طبيعي. ولكن لما يتحول دور الأب إلى بس الصرف، لأن هو بالفعل عايش بره وهم عايشين مثلا في مصر، فما فيش حاجة تانية هو بيعملها، خلاص هو بيصرف بس. وبيكلمهم في التليفون بالليل ساعات كاميرا ونقعد نكلم بعض ونحكي حصل ايه النهاردة والكلام ده كله. وطبعا الموضوع دوت بيؤدي إلى كوارث ممكن تتخيلها وممكن ما تتخيلهاش. يعني مش هنتكلم مثلا عن الحوادث بتاعت الخيانة، ست بتخون جوزها، راجل بيخون مراته وفضايح والحاجات دي، ولكن في مشاكل تانية كتير جدا بتترتب على النوع ده من الحياة. أنا قابلت الناس دي كتير جدا في كل الأماكن. الناس دي مش بس بتروح الخليج، الناس دي بتروح أوروبا وأمريكا، وتلاقيه عايش في كندا وفي أمريكا، وأهله عايشين في مصر وأسرته عايشين في مصر. تلاقيه مثلا عايش في ألمانيا ومثلا بقاله 5 سنين ومراته وولاده في مصر، أو مثلا في السعودية وفي الإمارات. فأنا في الأول اللي هو إيه، يعني طيب ليه؟ يعني أنت كراجل حاليا دلوقتي ما تجيش بقى تقول لي اصل لقمة العيش، اصل الحياة صعبة. ما هي الحياة صعبة، انت قررت تخليها اصعب. صح، الحياة صعبة. وده هنا برضو بالمناسبة، يعني عشان يعني انا من وجهة نظري كراجل تحديدا، انت ما ينفعش تتقبل بوضع زي ده. يعني انا بستغرب الناس اللي بتتقبله وبتعيش سنين عليه، وبعد كده الست مثلا تعمل حاجة غلط المجتمع يلومها، الراجل يعمل حاجة غلط المجتمع يلومه. هو أصلا العلاقة أصلا غلط من البداية. يعني أنت ما ينفعش تسيب مراتك شهر، شهرين، 3، 4، سنة، سنتين. أنت متوقع إيه؟ طبعا هنا الواحد هنا مش بيدي رخصة للغلط. الغلط غلط والصح صح، ولكن ما دام الغلط غلط والصح صح يبقى نعيد من الأول بقى، نشوف الموضوع من البداية. أنت راجل سافرت وسبت مراتك سنين، أنت مش متوقع إن الشيطان ممكن يتملكها زي ما الشيطان ممكن يتملكك؟ فهيحصل إيه؟ هيحصل مصايب، هيحصل كوارث يا سيدي. في أسوأ الأحوال خالص هتطلب منك الطلاق. طيب تعالى كده نتخيل سيناريو: ست مصرية أصيلة راحت لأبوها أو لأمها وبتقول مثلا أنا مثلا جوزي بقاله مثلا في ليبيا 3 سنين وبشوفه مرة في السنة، أو في السعودية، أو في أيا كان، فأنا هطلب الطلاق منه. أنا عايزك تتخيل معايا كده في المجتمع المصري، أو في المجتمع خلينا نقول إيه، في عامة الناس، أو في جزء كبير من الطبقة في الشعب المصري، أو خلينا نقول معظمه. عايزك تتخيل معايا رد الفعل الأب والأم تجاه بنتهم دي. يعني تخيل كده معايا إيه اللي ممكن يحصل؟ هيضربوها؟ احتمال بعيد، مش شرط. لا، لا، مش هيقدروا يحترموها. طب هيعملوا ايه؟ إيه، انت عايزه تخربي على بيت امها؟ طبعا انت هتخربي على بيتك. إيه، في واحده ست محترمه تقول كده؟ إيه، جوزك شقيان وتعبان وفي الغربه وانت هنا عايزه تطلقي؟ محدش هيحل. اكيد في ناس هتعمل كده، ولكن قصدي دي نسبه قليله جدا. لكن محدش هياخد الموضوع من وجهه نظر صحيه شرعيه. كل الناس هتاخده من وجهه نظر مجتمعيه: ازاي انت الراجل شقيان وي 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 وي. طب واحنا بقى، وهو ده الغرض من الحياة؟ يعني من الغرض من الحياة ان حضرتك تتجوز دلوقتي وتسيب مراتك اللي هي اتجوزتك وتروح تعيش مثلا في السعودية وتجيلها مرة في السنة؟ طب واحتياجاتك الجنسية ايه موقفها؟ احتياجاتها هي الجنسية موقفها ايه؟
احنا لسه ما اتكلمناش في الاولاد، ده احنا هنيجي لهم، دي مصيبه تانية. بس ايه إيه اللي انت متوقعه؟ تقول لي الست ما انا متجوز ست اصيله ومحترمه، يا سيدي على راسنا، وحد غلط في حد. بس انا ما اجيش احط الجاز البنزين جنب النار واقول اوف ولعه. ما هو انا ايه اللي هيحصل؟ انت ما هي دي برضه دورك، دور من دور الرجوله، ان انت قوامه. انت عارف ايه التبعات، ايه اللي مشاكل، ايه اللي ممكن يحصل، ايه. فدورك ان انت تحاول تتجنبه او تحل ما هو في النهايه مسؤوليتك. ف... فتحت اي ظرف من الظروف، يعني حتى لو مثلا اوكي ماشي في البدايه سافرت 3 4 شهور 5 6 شهور سنه عشان بعد كده جبت مراتك وجبت ولادك، اوكي خلاص عادي، مش لازم من اول يوم، لان الموضوع بيبقى صعب وورق وفيز وفيز وبرضه مصاريف وهكذا وبتاع. انا كنت في اول ما سافرت الامارات قعدت في اوسخ سكن قعدت فيه في حياتي. كان السكن ده في شارع الرقة في دبي. كنت بدفع في الشهر تقريبا 300 درهم تقريبا او 350 درهم حاجه كده. فتخيل بقى شكل السكن عامل ازاي. كان عباره عن تخش الشقه زي طرقه صغيره كده بتوديك على المطبخ والحمام والاوضه. الاوضه كانت ضخمه حقيقة، اوضه كبيره. كان فيها 6 سراير دبل. 6 سراير دبل يعني في 12 شخص بيناموا، وبالليل في حوالي 3 4 بيفرشوا على الأرض بين السراير كده. فيعني الأوضة دي ممكن يكون بينام فيها في المتوسط 15 16 واحد. والحمام بشاعة. المطبخ الصراصير الصغيرة دي كانت بتاعت الإمارات، دي كانت ماشية فيه وبتطير فيه وحاجة يعني عذاب العذاب. وطبعا في الطرقة كمية جزم، الريحة مش محتاج أكلمك عنها. بغض النظر أنا ليه بحكي لك القصة دي، هتفهم دلوقتي. فأنا كنت ساكن في السرير التاني في الدور التاني، يعني السرير رقم 2 الدور التاني، وجنبي السرير الأول ده في الدور الأرضي كان في واحد اسمه عم محمد. القصة اللي أنا هحكيها دي ممكن قد الأسماء ما تتشابهش قوي احتراما للناس يعني، ولكن أنا بس بحكي لك الحالة نفسها. عم محمد ده كان ساكن في السرير اللي جنبي في الدور اللي تحت. عم محمد ده كان يبلغ من العمر، خلينا نقول ما بين 45 ل50 سنة، في الحدود دي يعني. يعني ممكن 47 48 49 في المرحلة دي. وأنا ساعتها لما اتعرفت على عم محمد كان عندي 23 سنة، ما كنتش كملت لسه 24 سنة حتى. فعم محمد ده كان ضعف عمري يعني، وكان راجل مهذب جدا ومحترم جدا، ولكن الراجل ده كان فيه خصلة كده، ودي عادي، بس يعني أنا هحكي لك الموضوع. فكان كل يوم هو كان السرير بتاعه تحت، وكان حاطط زي ملاية كده. فعم محمد ده كان كل يوم بالساعتين والتلاتة فاتح الكاميرا وبيتكلم مع مراته وعياله لايف بقى معانا، بقى ما هنروح فين. فانا طبعا مضطر ساعات ان انا اسمع، مضطر ان انا، فكنت ساعات بنزل ساعات اتفرج، المهم عشان اتجنب المكالمه دي يعني، لانه كان بيصعب عليا. مراته بقى ما اعرفش ايه، العيال يعيطوا ويهزروا ويتكلموا ويحكوا عملوا ايه، ما اعرفش مين عمل. انت طبعا مضطر تسمع، هتروح فين؟ يعني ساعات بتضطر تسمع. اما محمد ده كان يبلغ من العمر زي ما قلت لك، واتعرفت عليه بقى ايه. قعدت في السكن ده حوالي شهرين، اقل من شهرين كمان كنت نقلت. آه، كان عنده كان هو من احدى المحافظات في مصر، مش عايزين نقول اسمها عشان في ناس بتتحسس من ان انا اقول اسم المحافظه، ما اعرفش ليه، بس تمام احتراما ليهم. وكان بقاله في الامارات حوالي تقريبا 15 سنه لو انا فاكر صح، 15 سنه في الامارات. فانت تخيل انت بعد 15 سنه في الامارات وده مكان سكنك، اللي انا لسه جديد في الامارات ما استحملتش اقعد فيه. وبقاله 15 سنة، وقعدت بقى مرة كذا مرة يتكلم معاه وبتاع، وبانية ما شاء الله عمارة في مصر، وعامل لكل عياله شقة وناوي ينزل مش عارف في خلال سنتين نهائي وما يرجعش تاني، ويبقى هو خلاص ايه، قعد واستقر وعاش وكده يعني. انا عايزك تتخيل طبعا هو مراته في مصر وعياله في مصر وكل الكلام ده. انا عايزك تتخيل معايا البؤس، يعني تخيل معايا بشاعة الحياة اللي عاشوها الناس دي. وانا هنا يعني عارف احيانا في بعض الناس تاخد الكلام على ان هو مثلا انا بنظر عليه او انا ما عشتش عيشته. لا لا، مفيش اسمها كده. مفيش حجه تخليك تقبل بوضع غير ده، هو غير السجن. يعني انت لا قدر الله اتسجنت، خلاص بقى دي ابتلاء في الحياه، ما عندكش اختيار، خلاص هتعمل ايه. انما انت باختيارك كراجل تعيش الحياه دي، طب انت ايه بقى، انت كده بقى طيشه في الحياه، بقى الحياه تعمل فيك اللي هي عايزاه. انا عايزك تتخيل بشاعه حياه، او تتخيل معايا فظاعه حياه عم محمد ده.
وتتخيل معايا مراته مرت بإيه في حياتها، وتتخيل معايا ولاده أبوهم عايش في دبي، وبيبعت لهم أكيد فلوس كل شهر، وبنى بيت طبيعي إن هو في دخل يعني. والراجل ده بالمناسبة كان شغال وظيفة كويسة، والصبح كان بيلبس قميص وبنطلون. الراجل كان شكله يعني مش عارف، ما كانش ده المفروض ما يحصلش. يعني ده المفروض ما يحصلش. مش ده الطبيعي اللي المفروض البني آدم يعيشه في الحياة. مش ده القرار اللي المفروض يبقى عادي بالنسبة للمجتمع. ان انا اسافر واسيب الناس كده. تعال بقى شوف مثلا الولاد اللي هم بقى الاولاد الشخص اللي مغترب، اللي عاش طول عمره مغترب. كان عندي اصدقاء اكتر من حد يعني، ولكن كان في ناس اهاليهم عايشين بقى في السعوديه وفي الكويت وفي قطر والكلام دوت. كان عندي صحابي قوي كانوا اخوات، ابوهم كان عايش في السعوديه. آه، اسوأ ايام عمرهم لما كان ابوهم بينزل اجازه مصر، اللي هو الثلاث اربع اسابيع اللي كان بينزلهم في السنه دول، مره في السنه. وكانوا بقى كانوا شباب بقى وكبرنا وبتاع. كانوا بقى بيقعدوا يتكلموا ويشتموا ما اعرفش ايه جاي يعمل ايه علينا وبتاع. وطبعا هو بالنسبه لهم هو مصدر دخل، يعني هو بيبعت فلوس لماما وماما بتدينا فلوس وخلاص. فبالنسبه لهم هم اوكي ده ابوهم صح، لكن ما فيش اصل الابوه دي ايه والامومه ايه؟ هي في النهايه اللي ربى مش اللي صرف ولا اللي هو مثلا. وده برضو مش تقليل من الجزء ده. انت لازم تعمل دورك كأكمل وجه، لان ده قرارك اصلا انك تجيب ولاد للدنيا. فدورك ان انت تعيشهم حياة كريمة من معظم النواحي. مش دورك مش منا تقول لك انا صرفت عليهم. دورك يا حبيبي انك تصرف عليهم. انا قررت ان انا اجيب ولاد للدنيا، انا غصب عني مضطر اصرف عليهم، لان هو كان قراري. ما اجيبش انا بشر للدنيا عشان اهينهم واذلهم. لا، انا المفروض اعزهم. فبالتالي فكانوا صحابي دول أسوأ أيام حياتهم. وأنا متأكد إن في ناس كتير جدا كده، لأن ده طبيعي. أنت واحد أبوك قاعد في بلد تانية، لما بينزل مصر أجازة فجأة بقى اللي هو إيه، أنت رايح فين؟ مين صحابك؟ إيه ده أنت مين يا عم أنت؟ اللي هو شعور غريب. فالسؤال هنا، أنت كشخص دلوقتي بالغ عاقل واعي، هل تقدر تلوم الأولاد دي أو تلوم الأطفال دي لما كبروا على شعورهم تجاه أبوهم؟ يعني هل أنت تقدر تلوم؟ هل في ذرة لوم في قلبك تجاههم؟ لا. إن أنا عمري ما هلوم الأطفال. هم كبروا على كده، ألومهم إزاي؟ أنا ألوم المتسبب، ألوم الأصل، المشكلة اللي حصلت من جذورها إيه وألومها. كان في حادثة برضو من فترة، كان الشخص اللي هو الراجل الكبير في السن كده كان طالع عامل فيديو. الراجل كان شكله وصوته وكلامه يقطع القلب، إن هو قاعد يحول فلوس لابنه ولبنته ولمراته، وفجأة اكتشف إن هما بيسرقوه. ولما جه مصر كانوا كاتبين كل حاجة باسمه، يعني مش فاكر تفاصيل بالظبط ولكن حاجة كده يعني. انا الصراحه ما كانش عندي اي تعاطف مع الراجل على قد ما انا صعبان عليا، ولكن في نفس الوقت مش، انت متوقع ايه يعني؟ ما هو انت مش في حياتهم. طبعا ده برضو مش، ما هو برضو كده الاولاد ولاد كلب برضو يعني. بس انا بتكلم ان هم ما لاقوش حد يربوهم. طب يعني انا اولى الوم نفسي انا في الموقف اللي زي ده، بدل ما ادور على تعاطف الناس. لا، انا الوم نفسي. انا اللي تسببت في كده. انا مش بقول ان انت يعني لما تقعد مع عيالك وتربيهم بنفسك هيطلعوا يعني شيخ محمد حسين يعقوب. لا، مش ده المقصود. ولكن ممكن يطلعوا ضايعين في الحياة برضه. ممكن يضلوا طريقهم، ممكن يطلعوا فاسدين. بس انت على الاقل هتكون بينك وبين نفسك انت ربيتهم، حاولت. انما سبتهم امهم تربيهم والحياة تربيهم، ويقعدوا بقى إيه، لا حضرت عيد ميلاد، لا حضرت عزا، لا حضرت فرح، لا حضرت حزن، لا حضرت أول يوم مدرسة، لا حضرت خناقة في المدرسة، لا حضرت استدعاء ولي أمر، لا حضرت ماتش كورة معاهم بالليل. قاعد أنت بعيد كل البعد عنهم، وهم في حد تاني بيربيهم. أهلك بقى في مصر، مراتك، معرفش إيه كده. فدور الأب لا يمكن يستبدل. فبالتالي لما الناس دي بتكبر بنقابلهم احنا في المجتمع معقدين نفسيا. بأمانة والله معقدين نفسيا. وبرضه ما نقدرش نلومهم، بس في نفس الوقت مش هنشيل بقى احنا قرف الناس لمجرد ان الناس يعني خدت قرار غلط فبيطلعوا بقى عقدهم علينا. برضه عشان ما ندخلش الموضوع في حاجة مختلفة او كلام مختلف، قصدي ونطلع نتشتت من الموضوع. انت مسافر
مراتك قبل اي حاجه رجلها على رجلك، نقطه من اول السطر. هتيجي واحد يقول لي عمر ما انا رايح بعقد 2500 ريال في السعوديه او ب 5000 درهم في الامارات، فالحياه يا دوب لو جم معايا مش هناكل عيش حاف. يا عم كله عيش حاف، بدايه كله عيش حاف، ايه المشكله؟ مش احسن ما تاكلوا لحمه وانتوا بعيد عن بعض؟ يعني الناس بتتعامل مع سنين الغربه والله العظيم انا من كتر ما قابلت الناس دي للحظه ما تخيل لي ان عندهم حق. يعني ايه؟ في ناس بتتعامل يقول لك ان ايه، انا هسافر 10 سنين وارجع بقى ايه استمتع في مصر او اكون عملت. يا معلم ال10 سنين دي جس وات دي من حياتك. يعني انت ما عملتش بوز، ما وقفتش ستوب يا ابني، انت وهو وقفوا لعب. الحياه مش هتكمل لحد ما ارجع بعد ال10 سنين. مين قال كده؟ انت ال10 سنين دي او ال15 سنه او ال20 سنه او ال5 سنين او ايا كان، دول سنين من عمرك وغالبا هم احسن سنين حياتك. طب الطب انت رايح عارف انت اللي هو ايه، في اجمل سنين حياتك، في اجمل سنين شبابك، في اجمل سنين وشك وشكلك وصحتك ونفسيتك وصحة مراتك وشكلها وجسمها سوري يعني، بس مش عايزين ندخل في تفاصيل، بس يعني انا بتكلم ان انت رايح في عز العز. فانت بتخسر عز العز لمجرد ان انت متخيل ان الحياة هتقعد مستنياك. لا يا ابني وقفوا لعب، الدنيا دي تقف شوية لحد ما ارجع. مفيش الكلام ده تاني. هل قرار ان انت تسافروا كلكم قرار سهل؟ لا طبعا قرار صعب جدا، وهتحتاج مرتب وهتحتاج. بس دي حاجه شعره تخليك تشتغل عشان تقدر ان انت يبقى معاك. ما هو بص، اهلك مش اسرتك مش هتسافر معاك، مش لازم من اول يوم، اوكي حتى يا سيدي لو بعد سنه، معلش ناقصوا على نفسنا رمونا كام شهر وتيجي في النص وبتاع، بس المهم ان هم يجوا معاك وننسى السنه دي من حياتنا نعتبر انها ما جاتش. ولكن نقعد سنين بعاد عن بعض، ده لا شيء صحي. يعني صعب، بالذات ان احنا اصلا عايشين في مجتمع مشوه. فحتى الراجل يعني نقول ايه مش الراجل هيتقبل منه انه يعمل بعض الاشياء، الست مش هيتقبل منها نفس الحاجه. فبالتالي الست هتبقى معصوره محصوره مزنوقه، ممنوع انها تتنفس او ممنوع انها تعيش حياتها لانها متجوزه. فبالتالي هي مضطره انها تبقى الست المحترمه الكريمه الشريفه العفيفه لكل دوت. فانت عمال تحط لود وحمل ووزن عليها، انت ما تعرفش هي هتتحمله ولا لا. وفي نفس الوقت الست تيجي تطلب الطلاق لمجرد انها جوزها بعيد عنها وهاجرها، المجتمع لن يتقبلها، اهلها نفسها لن يتقبلوها، ولو في أسرة تقبلت في 1000 مش هيتقبلوا. فإذا أنت حطيت الست تحديدا، ليه بتكلم على الست؟ لأن الست للأسف في مجتمعاتنا مظلومة حبتين شوية في الحاجات اللي زي دي. بيبقى متوقع منها انها تبقى ست خارقة في حين انها بني ادم في النهاية، يعني مش المفروض انها تتحط في الموقف ده. فانت بتحطها في مرحلة ضغط تعصرها، انها لو شمت لو قالت كلمة انت كذا وكذا 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 وكذا، مع ان في الحقيقة هي بني ادم، هتعمل ايه طيب؟ محدش هيتقبل انها تتطلق بسبب حاجة زي دي، لان هي هتبقى بتدلع. مع ان اعتقد كان في حديث او في قصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان مش عارف لو الزوج هاجرك 4 شهور من حقك تطلبي الطلاق او حاجه كده، مش فاكر القصه. لو حد عارف القصه او الحديث يعني ممكن يكتبه لنا. فحتى الموضوع شرعيا حرام او غير مقبول. فانت فانت ما تعملش كده. انا والله العظيم انا يعني ما بحبش اقول الكلام دوت، بس انا شفت حاجات شخصيا مش سمعت في الامارات تحديدا، رجاله وستات متجوزين. يعني كان معانا زمايل لينا في اكتر من وظيفه، كان الراجل شغال وظيفة حكومية في مصر، ومراته مصرية عادي يعني شغالة مثلا معانا في الإمارات في الشركة. فاللي هو أنا إيه يعني، في الأول سمعت الموضوع وبعد كده إيه ما اتعرفت عليها وخدنا على بعض شوية في الكلام يعني. جوزها شغال مثلا مدرس في مصر في مدرسة حكومية، فهو مش عايز يخسر الوظيفة الحكومية، وفي نفس الوقت هي جات لها فرصة في الإمارات عن طريق مش عارف مين بنت أختها حاجات كده، فسافرت. فاللي هو ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايرور ابن حرام في دماغي. يعني الراجل في مصر بيشتغل وظيفة حكومية ومش عايزين يخسروا عشان اسمه ايه اللي بياخدوه في الاخر ده؟ معاش.
والست في الإمارات مش عارف أقول إيه والله يعني. إيه العقلية إيه ده يا جماعة إزاي؟ يعني إزاي؟ و وطبعًا بقى قصص بقى تانية بقى، ستات تخون جوزها وراجل يخون مراته ما مقضيينها بقى، ما ليه؟ لإن هي الست ما عندهاش راجل، جوزها في حتة تانية، طب هتعمل إيه؟ ما هي مش ما هو يا جماعة إحنا برضه محتاجين نفهم نقطة مهمة، في شرع وفي دين، اللي هو القانون الحياة بالنسبة لنا كمسلمين، لمّا ده يسقط أو لمّا يكون الشخص إيمانه ضعيف، أو يا سيدي بلاش نقول إيمانه ضعيف، لإن كلنا مُعرّضين إن إحنا نتحط في اختبار ونفشل فيه، يعني أنت مش ممكن تكون فاكر نفسك جامد وواد وما لكش حل وما فيش منك اتنين، ولكن لا قدّر الله ساعة الاختبار تلاقي نفسك ضعيف، لإنك ما اختبرتش، أنت ما تعرفش. فإحنا ما نسيبش الناس إن هم يتحطّوا في مواقف أو إن هم ما نحاولش نختبرهم، يعني في حاجات كده في الحياة أحيانًا الأحسن إنك ما تعرفهاش، ما تخ ليه؟ لإن أنت نَفْسك ما تعرفش أنت ضعيف إزاي، الإنسان ضعيف جدًا وما تعرفش إيه اللي ممكن مغريات الحياة ممكن حاجة تتحط فيها ما تعرفش تتعامل، ممكن ما تعرفش ممكن تلاقي نَفْسك عامل مصيبة وأنت كنت متخيل إنك مستحيل تعمل حاجة زي دي، يعني اللي هو أنت إيه عارف جرّبت لأ، يبقى أنت مش عارف حاجة، أنت لسه الحياة ما جرّبتكش ما اتحطيتش في موقف عارف أنت اللي هو إيه، ما اتحطيتش في موقف تقدر تقول عليه أنا فعلًا أقدر أسِد في حاجة زي دي. فأنت ما تبقاش قاعد لوحدك، يعني أنا شُفت كمية رجالة مصريين في الإمارات بيخونوا مراتاتهم بشكل لا تتخيّله، وأنا متأكد إن اللي أنا باقوله دوّة مش مفاجأة أبدًا للناس، يعني ما فيش حد متفاجئ باللي أنا باقوله دلوقتي، لإنك لو متفاجئ يبقى في كارثة، في مشكلة، وكذلك ستات مصريات بالهبل بيخونوا جوازهم لمجرد إن هم بيتأخّر في الشغل هنا، ده بعيد، ده بعيد، وده طبعًا حرام وزنا ويعني إحنا مش بنتكلّم عن الحاجات دي بديهيات. ولكن في النهاية إحنا محتاجين نعرف إيه اللي بيؤدي للمشاكل، انعدام تربية صح في نسبة كبيرة، ولكن في نسبة تانية مش قادرين هيعملوا يعني يعني ساعات يعني باحس إن الحاجات دي بديهيات ما ينفعش إن إحنا نتكلم فيها أو يعني بصوت عالي عشان هو عيب وحرام وإزاي تقول كده، ولكن هو في النهاية هي مشكلة الناس كلها يعني المشكلة موجودة، الناس عارفاها، الناس سامعة عنها، الناس، مش معنى إنها الحمد لله ما حصلتش معاك يبقى خلاص. نهاية الموضوع يا جماعة أنت وأنتِ والكلام للستات برضه. أنتِ رجلِك على رجل جوزِك، وأنت رجلك على رجل وأنت مراتك رجلها على رجلك، وأولادك قبل كلّهم بقى، ليه؟ إيه اللي يخلّي أب أو ولد أو بنت يكبر من غير أبوه لمجرد إن أبوها بيشتغل في السعودية؟ ما تاخدهم يا حبيبي معاك، أنت إيه أنت قاعد في ألمانيا بتعمل إيه من غير مراتك وعيالك؟ إيه الفتنة المرعبة دي؟ يعني أنت حاطط نفْسك السفر أصلًا فتنة والحياة فتنة وفيها مغريات بالهبل، فأنت قررت إن أنت تضاعف بقى الحاجات دي كلّها وتسافر من غيرها. فبتلاقي دي، بتلاقي ده، وبتلاقي دول، وبتلاقي دول، فأنت غالبًا أصلًا ممكن بالنسبة لك أهلك في مصر يبقى مصلحة إن هم ما يجوش، ليه؟ لإن مش هتعرف تعيش حياتك. الموضوع بقى مشوّه، بقى صعب إن إحنا حتى نمسك أوله من آخره ونحله واحدة واحدة، ولكن من وجهة نظري إن أنت تسافر ممكن تسافر أجازة أسبوعين وترجع دي قصة تانية، لكن أنا باكلمك على الحياة، بُعاد لأ، مع بعض أيوه. عشان ما أطوّلش عليكم يا جماعة، أشوفكم الفيديو اللي جاي وسلام.